تعالوا نتكلم عن العيد. العيد بدون أهل والله يوجع شوية. القعدة قدام التلفزيون بالشاي بلبن والكحك. أصعب حاجة في أول العيد هي ما بعد العيد، يعني خلاص احنا خلصنا سلام وخلصنا المصافحات والتبريكات والكلام والتهنئات والكلام هذا كله. ايش بعد العيد؟ فما عندي اصحاب كنت اطلع معهم، ما عندي ناس اخطط معهم الافتر عيد بلانز يعني. بقى في لحمه وفطور ومش عارف ايه. هنا برضو في، لكن مش نفس الطعم. لمة العيد هي لمة الاهل. قالوا لنا زمان إن العيد في الغربة صعب، بدون أهلك، بدون ناسك، وبدون كل الحاجات اللي أنت تعودت عليها. بيهتموا قوي ان هم يعملوا فعاليات في العيد. يعني اكتر حاجه عجباني حاليا ان انا شايفه ناس من جنسيات كتيره. وكل شوية ألف أسلم على واحد، ألف أسلم على واحد، أروح من هنا أسلم على واحد. فجميل العيد هنا. اي حد ما تعرفوش لو دخلت تسلم عليه كانه حبيبك من 100 سنه، بيسلم ويحضن ويبوس وانت ولا هو يعرفك ولا انت تعرفه، بس في اي كونتاكت حصل كده دخلتوا في بعض على طول. بس علمتنا ماليزيا إنه مش شرط، وإنه ساعات وسط الغربة بتلاقي نفسك مبسوط، بتضحك، تبتسم، بتحس نفسك إنك وسط ناسك. أتى العيد مزدانا بالبهاء، فألبس فؤادك ثوب الصفاء، فليس العيد دارا ولا وطنا، ولكن في التلاقي والوفاء. نصافح فيه من لم نعرف، ونشعر فيه بالسكون والصفاء. وإذا اجتمعت القلوب تولدت المعاني من النقاء. كل عام وأنتم بخير.